اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، يا صباح الفل على عيونكم. وحشتوني جدا 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 يا أغلى متابعيني، بجد وحشتوني جامد. معلش أنا غبت عنكم فترة طويلة جدا، 5 6 شهور ما نزلش فيديوهات، بس والله كان غصب عني، كنت بمر بظروف صعبة جدا جدا وكانت أقوى مني ومنكم، فعشان كده ما كنتش بنزل لكم اي فيديوهات ولا بصور لكم اي فيديوهات عني، فمعلش استحملوني وادعولي اطلع من اللي انا فيه والحالة اللي انا كنت فيها، فمعلش سامحوني. فكانت صعبة جدا، فترة صعبة عليا جدا، كان معايا ابويا ووفاته، الله يرحمه ويسامحك يابا، فمعلش سامحوني. يعني الفيديو دوت كان قديم، فقلت اخرج بقى من اللي انا فيه وابدا اشوف قناتي وابدا اشوف شغل على القناه، وادعولي لنا ربنا يعني يحققلي فيها التوفيق دايما واللي انا يعني ارجع زي الاول ليكم وانزل فيديوهات ليكم زي الاول. ومعلش يا حبايبي سامحوني. عايزاكم بس يعني فضلا وليس امرا تدعوا لابويا بالرحمه والمغفره، عشان كان تعبان جامد، وبعد تعبه دوت ربنا يجعله في ميزان حسناته اتوفى. فكانت صعبة جدا، فترة صعبة جدا عليا، ما كنتش قادرة استحمل مماته. بجد بعد الأب ما فيش حنية، ما فيش أي حاجة في الدنيا تسوى لحظة قعدك مع أبوكي أو لحظة يعني بصتك لأبوكي. فربنا يا رب يخلي كل أب وكل أم ليكم يا حبايبي. فدعولي بقى ان انا ارجع ليكم زي الاول واشتغل زي الاول وارجع قناتي زي الاول وابقى ليكم معاكم كده دايما على طول. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. الفيديو ده انا كنت مصوراه يعني قبل موت ابويا بشهر. كنا في اسكندرية، كنا رايحين في اسكندرية، كنا رايحين شاطئ استانلي زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. فقلنا نقضي يوم فيه والعيال بقى تستريح من فترة الدراسة وكنا في اجازة. فروحنا بقى شاطئ السلي زي ما انتوا شايفين كده. كنا رايحين مع يعني ايه مع جيراننا وحبايبنا واصحابنا، كنا عم طالعين رحلة يعني شاطئ استري. وفعلا شاطئ جميل جدا وكان مميز يعني، وكنا قاعدين. انا كنت بصور لكم في شاطئ استني، في جوه شاطئ استني بالظبط. التصوير دوت كنت جوه شاطئ استني بالظبط. شوفوا جمال الشاطئ، كان جميل جدا جدا جدا، وشاطئ نضيف وحلو وتعرفي تقعدي فيه. عاملين بقى في شاطئ الاستانلي كانوا عاملين فيه اوض كده زي تستريحي فيها، تحطي حاجتك فيها. الاوض دي يا جماعة جميلة جدا جدا ونضيفة بجد. تاكلي فيها براحتك، تقعدي فيها براحتك، تنامي فيها براحتك، كل حاجة فيها براحتك. احسن من الشاطئ من تحت، يعني احسن من الرملة والرمل والعفرة والحاجات دي. لكن الاوض يدوب بس كنا ننزلوا يدوب البحر ونطلعوا تاني الاوض، ناكلوا ونقعدوا ونناموا كل حاجة براحتنا فوق في قلب الأوضة. هنا بقى حبايبي كنت بصور لكم بقى من فوق اهو زي ما انتوا شايفين كده الاوض اللي فوق اهي. بس ابني بقى يعني ايه كان كل شوية يجي يعكسني وانا بصور زي ما انتوا شايفين كده، كان كل شوية يجي يعكسني وينزل، يجي يعكسني وينزل. بصوا جمال المية، جميلة 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 جدا جدا. وكان يعني الشاطئ كان هادي جدا والموجة فيه هادية جدا ما كانش عالية، وكان منظره بجد تحفة، يعني تقعدي كده تنسي الدنيا باللي فيها. فكان يوم بجد كان مميز. وشاطئ استانلي دوت يا جماعة اللي يروحوا ما يقدرش يعني ايه اللي هو ما يروحوش تاني، لازم نروحوا تاني ونقعدوا فيه تاني، عشان بجد شاطئ مميز جدا وكان شاطئ جميل جدا جدا جدا. وبتاخدي راحتك في كل حاجة، يعني الراحة هناك في كل حاجة. شوفوا جمال الكوبري، شوفوا جمال الكوبري جميل ازاي. بجد كان يوم جميل جدا والأولاد انبسطوا وجيراننا كمان انبسطوا، وكان يوم جميل جدا جدا جدا.
بصوا بقى لما جت المغرب، لما جينا بقى ساحة المغرب، بصوا جمال الشاطئ بقى من تحت. شوفوا جمال الشاطئ والأنوار المنورة فيه من تحت، جميل جدا جدا. حتى منظره، منظر الكوبري ساحة المغرب جميل جدا جدا جدا. يعني نقولك مهما قلت مش هعرف اوصفه زي الحقيقة طبعا. يعني انا اول مرة طبعا اروح الشاطئ دوت واقعد فيه، بس ما كنتش مفكرة اللي هو بالجمال دوت وبالحلاوة دي. يا بختكم اللي قاعدين في شاطئ اسكندرية. وشاطئ استانلي جميل جدا جدا، يعني حاجة كده يعني تبهرك يعني وتفرحك كده، وعيالك يقعدوا يلعبوا منين ما يلعبوا او ينزلوا الشاطئ ما يسهقوش من جماله وحلاوته. سامحوني برضه يا جماعة عشان صوتي تعبان جدا جدا، والبرد مش راضي يروح من عندي، عشان كده مش عارفة اتكلم معاكم خالص والله. هنا بقى لما جينا بالليل، شوفوا الإضاءة زادت اكتر ولا لمعان المية. حتى المية بالليل كانت دافية مش ساقعة، يعني المية في قلب البحر كانت دافية مش ساقعة. طبعا انا كل ده قاعدة فوق في الأوضة وعمالة اصور، بس المنظر كان تحفة والله العظيم. المنظر كوبري ستانلي بالليل كان تحفة بجد، محدش يسهق منه ولا من قعدته. زي ما انتوا شايفين كده بقى، شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، شوفوا كوبري ستانلي عامل ازاي، جميل جدا جدا والله. يا ريتكم تروحوه وتشوفوا المنظر الرائع الحلو ده اللي انا كنت شايفاه ومستمتعة بيه. بجد كان منظر جميل جدا. هنا بقى كنا بنحضروا بقى الاكل، بس الكاميرا بتاعت التليفون فصلت. الشاحن ابتدى يضعف معايا، فما عرفتش بقى اصور الاكل جامد. هنا بقى كنا بنتعشوا هناك، كنا جايبين فراخ وكنا جايبين طحينة وكنا جايبين بابا غنوج واللهم صل على النبي، وكنا جايبين مكرونة ومخللات وحاجات دي، حاجات اللي هي بتاعت البقر. اكلنا وشربنا وبرضه قعدنا شوية، شربنا الشاي هناك برضه في السهرة، وقعدت برضه اصور برضه المنظر الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده اخدنا بعضنا ومشينا. بس قلت ان شاء الله باذنك يا رب، لو ربنا عطانا صحة هروح برضه تاني، واروح الشاطئ ده تاني، مش هروح اي شاطئ تاني. بجد شاطئ مميز وجميل جدا. وبجد يا حبايبي ما تزعلوش مني ان انا غبت عليكم الفترة دي كلها. ده كان ابن زيزو. كان عمال يعكس فيا، وكان خلاص مهنج بقى من كتر البحر. وعيالي التانية ما كانتش راضية تتصور ولا اي حد كان راضي يتصور، فقلت لهم بلاش اصور المنظر الجميل ده. فادعولي بقى يا جماعة ان انا ارجع لقناتي تاني، وان انا اهتم بيها اكتر من الاول، وربنا يوفقني فيها ويحقق حلمي فيها. وفضلا وليس امرا اذا ربويا بالرحمة والمغفرة. الله يرحمك يابا ويسامحك ويجعل مسواك الجنة ونعيمها. ونصيحة مني لكل حد عنده اب او ام، يهتم بيهم، يراعيهم، يتقي ربنا فيهم، ما يزعلهمش في يوم من الايام. علشان بجد بعد الاب والام مش هتلاقي اي حد يطبطب عليكي، مش هتلاقي اي دعوة، مش هتلاقي اي كلمة حلوة، بجد مش هتلاقي غير دعوة امك وابوكي. فاهتموا بيهم وراعيهم واتقوا ربنا فيهم، عشان ربنا يبارك لكم في عمركم وفي صحتكم وفي عافيتكم. بجد بجد الاب ده حاجة كبيرة قوي. ربنا يخلي كل واحد او امه وأبوه.